حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأول عزائي لكل أهالي الشهداء اللي ماتوا، من أهالي الشهداء اللي ماتوا اللي في أحداث اللي حصلت في بورسعيد. أنا مش فاهم إيه اللي حصل. أنا بتفرج على المنظر، صعقت. إيه اللي حصل؟ يعني المصري هو الكاسب. إيه اللي خلى الجمهور المصري ينزل يضرب الأهلي؟ اللي حصل ده مش طبيعي. الفكره مش طبيعيه يا جماعه. انا شكيت. انا قلت هو الاهلي هو اللي كسب ولا مين اللي كسب؟ انا اتلخبطت. اللي حصل في دماغي تربنه. خلاص. ايه ده؟ ايه اللي حصل يعني؟ مش عارف اقول ايه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ مين المتسبب في اللي يحصل المشكله دي يا جماعه؟ اللي بيحصل ده مش طبيعي، مش طبيعي ابدا ابدا. اللي بيحصل ده مترتب. النظام بيقتلنا، عايز يموتنا. النظام بيذبحنا من جوانا. البلد هتقع من جوه، من ناس بسيطة ومش فاهمة. اللي بيحصل ده كارثة كارثة كارثة، مفيش غير كده. وكام ماتوا؟ كام واحد ماتوا؟ اكتر من 50 واحد ماتوا. ليه؟ بسبب ايه؟ بسبب كرة، حتة كرة، حاجة مدورة كده ماتوا عشان خاطرها. انا مش عارف اقول ايه يعني. وفي الاخر ده كله ومبارك بيطلع براه. يعني خلاص، هي المشكلة الحاجة اللي واضحة وباينة وظاهرة زي الشمس، ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها. بندي ظهرنا ليها. الحكايه بتكبر يا جماعه، واحنا مش واخدين بالنا، واحنا عاملين نفسنا نايمين، واحنا مطنشين مكبرين الدماغ. انا لبست اسود وحلقت شعري. اللي حصل ده مش يتسكت عليه. عزائي لكل اهالي الشهداء، الله يرحمهم ويسكنهم جناتهم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل المتسبب في اللي حصل. انا ببص بلاقي الضباط واقفين، امن المركزي واقفين. ايه ده بجد يا جماعه؟ وزير الداخليه لازم يتحاكم ويتشال، والحكومه لازم تستقيل. البلد بتولع. انتوا مش متخيلين اللي بيحصل. البلد هتنهار. البلد هتسقط، واحنا اللي هنقعد فيها. احنا البلد بتقع يا جماعه. خلاص انا بجد مش قادر اتخيل اللي بيحصل. اقول ايه اكتر من اللي اتقال؟ انتوا اكيد سمعتوا من الناس كلها. لازم نتحرك، لازم نعمل حاجه. الحقيقه باينه ولازم نتحرك يا جماعه. بس خلاص.